هقول لك شويه علامات ان ابنك ذكي او تطوره الذهني حلو الفيديو ده. تكتشفوا في اخر الفيديو ان ولادنا ما شاء الله عليهم اذكياء، بس احنا يعني مش مقدرين حجم الذكاء اللي هم فيه. نمره واحد، يبقى حركي، بيفرك ان هو بيبي صغير، عايز يشد الحاجه ويقف، عايز يمشي، عايز يمسكك انتي نفسك ويقف. الادفانسد موتور سكيلز او التطور الحركي السريع، ان الطفل يبقى متشجع ومقبل على ان هو يتحرك معاكي، دي علامه ذكاء. نمرة 2، الطفل مركز معاكي مش سرحان، يعني من بعد مثلا تبتدي تحسيها من الشهر الثالث كده مصحصح مركز معاكي، بيبص، بيحاول يبص يمين يبص شمال، بعد شويه يشوف الحاجات البعيده، مركز كده. بعد كده لما يكبر شويه بتخبي ريموت، يبقى عارف بتخبيه فين. نمرة 3، رغاي. تصدقوا من وهو صغير تلاقيه قاعد طول النهار يقول دا الحاجات الصغيره بتاعت البيبيهات دي، لغايه ما يكبر اكتر وتبتدي تحسي اللماضه والكلام الكتير، التعبير عن الذات الكتير قوي والرغي الكتير ده، دول علامه ذكاء. 4، الاكسلنت ميموري، الذاكره، ما بينساش حاجات كتير قوي. ماما المكان الفلاني، الناس الفلانيه اللي احنا شفناهم، صاحبتك فلانه اللي عملت كذا لما قابلناها زمان وانا صغير. زمان وانا صغير ده على اساس ان هو دلوقتي ما بقاش صغير يعني بس الذاكره الكبيره اللي عندهم دي ما شاء الله، دي علامه ذكاء. نمرة 5، الطفل اللي بيقلد كتير جدا. عارفه عزب شو اللي عندك في البيت، يقلد مشيتك، يقلد تركيز بابا، يقلد تكشيرتك، يقلد مثلا لفظ بتقوليه، يقلد الناس، حتى لو مش بيقلد ناس كبير، حتى لو بيقلد تصرفاتك انتي بشكل عام وبيلقط منك، ده معناه انه بيلاحظ وبيركز وبيعرف يبين الحاجه اللي هو المهاره اللي هو اتعلمها، دي علامة ذكاء. 6، الفضول، عايز يكتشف اكتر، عايز يبص اكتر، عايز يمسك حاجات اكتر، ياكل حاجات اكتر وانتي بتبقي مش قادره تستحملي، اللي هو كفايه ذكاء بقى انا مش قادره. 7، انه يفهم الكوز اند ايفكت، اللي هو السبب والمسبب اللي بيحصل او النتيجه اللي بتحصل بعدها. بندوس على الزرار ده فالنور بيتقفل، ماما بتدوس على الزرار ده المروحه بتشتغل، نمسك الكره ونرميها في الارض بتقع، فبعد ما تديله الكره يقوم وقعها لك تاني. هو فاهم وبيخزن الحاجات، فيجي بابا بعدين يقول لك افتحي المروحه فتلاقيه هو من نفسه مشاور لك على الزرار كده. 8، البروبلم سولفينج سكيلز، اللي هي مهارات حل المشكلات. يعني ازاي هوصل للريموت اللي ماما مخبياه بعيد قوي، ازاي هجيب الشبشب اللي محطوط بره ده وهاكله من غير ما ماما تاخد بالها. الخطط اللي بيعملوها علشان يعدوا الاوبستيكلز او المطبات اللي بيقابلوها، والمثابره ان هو هيوصل للحاجه اللي هو عايزها، دي علامه ذكاء. فانت لما تحسي ان هو مزنوق في حاجه ما تتسرعيش قوي ان انت تحليها له، اتقلي شويه كده وسيبيه يحاول شويه. 9، الطفل الحساس قوي. هو طفل ذكي، اقصد حساس بايه؟ حساس للالوان، حساس للاضاءات، حساس للاصوات، بيركز قوي، بيتخض قوي من الصوت العالي، يحب قوي الالوان المبهجه ويركز معاها قوي لو حطله لعبه او كده، دي علامه ذكاء. الطفل بقى الحساس اللي هو امباثيك، يعني بيحس بالناس، تكوني انت زعلانه او مضايقه او معيطه او حاجه تلاقيه جاي كده بيبصلك بيطبطب عليكي. مثلا كان جاي يطلب حاجه بس لقى ان انت مش قادره او متضايقه فمتعاطف معاكي. الطفل المتعاطف بشكل عام هو طفل عنده ذكاء وعنده انسانيه برضه لا، وتحسي ان هو بيقرا ما بين السطور، واخد باله ان فلانه مش طايقه فلانه او فلان بيحب فلانه، مع انه صغير قوي بس بيبقى واخد باله من الفايبس او الاحساس بتاع الناس حوالين بعض، التصرفات بتاعتهم ما بيعديش حاجه. 11، دي بقى برضو من علامات الطفل الذكي، الطفل اللي يحب يصاحب الاكبر منه، سواء اطفال اكبر منه او الناس الكبار. هو بيحب نوع لعب معقد اكتر، بيحب يعمل conversations او محادثات او نقاشات كده معقدة اكتر، فيها ابعاد اكبر، فده دماغه كبيرة. 12 بقى، دي الخيال الواسع، دي من برضو من اهم علامات الذكاء. وساعات احنا نقول عليه كذاب او بتكذب، هو مش بيبقى قصده يكذب، وبيخترع لك قصة ساعات من باب الخيال. الخيال ده حلو قوي ان احنا ننميه عند الاطفال، بس نعرفه الفرق ما بين امتى ألف وامتى خيالي يسرح وامتى لازم اقول الحقيقة. اخر واحدة بقى، الابداع في ان هو يلعب باللعب بطرق غير معتادة. وعلى فكرة هي بتبقى باينة قوي في الاطفال واحنا بنبوظها من بدري، لانه اي طفل هتوديه قدام زحليقة اول حاجة مش هيعملها ان هو يتزحلق من فوق، عارفة اول حاجة يعملها انه يطلعها. هي منطقية اكتر على فكرة، ان هو فاكرها زي السلم فعايز يطلعها، فاول حاجة نعملها له نقول له لا ما بتتلعبش كده، انزل وروح من هناك والعب كده. سيبوهم يلعبوا طالما مش هيتعوروا، يعني مفيش حد نازل هيخبطهم، سيبوهم يلعبوا بالطرق الغير معتاده، ما تكبسوهمش،
سيبيه يمسك العربية يقلبها على وشها، يمكن عايز يصلحها، يقطع الورق ويشرشره مثلا بدل ما يرسم عليه، يشوف الحلة يلبسها في راسه كأنها شابوه. هو لسه بيجرب الحياة، عنده افكار. كل ما اديله فرصة ان الافكار دي تطلع كل ما هيبقى في حياته يعني عارف يفكر بره الصندوق. وبعد اذنكم ما تضغطوش على الولاد قوي انه لازم يبقوا اذكياء او مش اذكياء. كل طفل ذكي بطريقته، في انواع كتير قوي من الذكاء ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحده. وعلى فكرة الاطفال بتورث الذكاء من ماما مش من بابا. معرفش ليه كل ما اقول المعلومة دي الناس تتريق عليا. انتوا ليه بتتريقوا على نفسكم؟ احنا كمان اذكياء على فكرة، وحظهم حلو على فكرة انهم بياخدوا منك الذكاء، وحظهم حلو ان انتي مامتهم.